السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا في بدايات المراهقة دايما بيوصلنا من بناتنا ايه؟ الرفض، اللي هو مبدئيا كده البسي كذا لا، طب دوقي ده لا، طب اتصرفي بالطريقة الفلانية لا، مش عايزة اعمل اي حاجة من اللي انتي بتقوليها يا ماما خالص، مبدئيا كده كلامك مرفوض. طبعا ده بيحصل في بدايات المراهقة وبيستمر حبة حلوين كده. فعايزة اقول لكم على مفتاحين مهمين جدا جدا من مفاتيح كسب الثقة ما بين الام وبنتها، واللي بيؤدي الى ان البنت تبتدي انها تستمع لمامتها وما ترفضش كلامها، وتبتدي تنفذه. اول مفتاح مهم جدا اسمه الميوتشوال اكاونتابيلتي او المسؤوليه المشتركه. يعني احنا كلنا مسؤولين مع بعض، مش ساعه ما تيجي بنتي تقول لي انا عندي مشكله اقول لها طبعا ما انت ما بتسمعيش كلامي، طبعا ما انت ماشيه ورا اصحابك، طبعا ما انا كلامي ما بيعجبش. لا، يعني خلينا كده ما نحاولش ان احنا نتهم بناتنا بالتقصير او بالفشل او بالاهمال او ما انها ما بتقدرش تعبك او الكلام ده. الكلام ده ما بيجيبش نتيجة، بالعكس تماما الكلام ده بيعمل نتائج سيئة جدا وبيخلي في بعد بينكم وبين بعض وإنها ما تستمعش كمان ليكي أبدا. فالمسؤولية المشتركة بتقول إيه؟ بتقول حبيبتي أنت عندك مشكلة، أنت اتخانقتي مع صحابك، أنت جبتي درجة وحشة، أيا كانت المشكلة، تعالي نقعد ونلاقي لها حل. عارفين حرف النون ده مريح جدا، نلاقي لها أنا وأنت حل. اللي هو طيب الحل ايه من وجهة نظرك؟ طب انت ليه اصلا جبتي الدرجة الوحشة دي؟ طب انت ليه اتخانقتي مع صاحبتك؟ قولي لي من وجهة نظرك ايه المشكلة. طيب تفتكري نحل المشكلة دي ازاي؟ اسأليها الاول على رأيها علشان تنمي شخصيتها وتعوديها انها تتخذ قرارات لوحدها، وبعدين انت لو عندك اضافة ضيفي بعد كده. فده كان اول مفتاح. تاني مفتاح هو ان احنا نستمع. بس خلينا قبل ما نقول كده نستمع وخلاص نعرف ايه هي مراتب اصلا السمع. السمع ده ليه 4 مراتب مهمين جدا. يعني لما بقول ان انا بسمع بنتي، ده مش معناه ان انا فعلا سامعاها. فاول مرتبه من مراتب السمع هي السمع، اللي هي حاسه السمع، ان انا حاسه سمعي شغاله، ان انا قاعده دلوقتي بقى ممكن اسمع قطه معديه بتنونو او اي صوت خبط مثلا او اي حاجه، فانا كده سامعه. اوكي. تاني مرتبه اللي هي الاستماع، اللي هي قصد السمع، ان انا دلوقتي بنتي جنبي وبتقول لي حكايه معينه، فانا اقصد ان انا استمع ليها. تالت مرتبه هي الانصات. يعني انا مش بس سامعاها، مش بس بقصد اسمعها، لا ده انا كمان جوه مخي كده بحاول ان انا افهم واستوعب اللي هي بتقوله واشوف هي ايه المقصود من وراه. رابع مرتبة وهي المرتبة الاكثر اهمية في التربية هي الإصغاء. الإصغاء بقى اللي احنا بنسميه effective listening. يعني ايه؟ الاستماع الفعال، او زي ما اتعلمنا دلوقتي الإصغاء الفعال. اللي هو ايه؟ انا مش بس سامعاها، مش بس بقصد اسمعها، مش بس بستوعب وافهم جوه مخي هي قصدها ايه، لا انا كمان بديها رد فعل اللي هي اللي مستنياه مني. ايه رد الفعل ده؟ ممكن يكون هزة راس، ان انا سامعاكي ومعاكي وفهماكي. ممكن يكون ان انا اعيد الكلام اللي هي بتقوله علشان اسالها هو انا كده فهمت صح ولا ما فهمتش صح. ممكن كمان ان انا اشجعها بالكلام، انه يا حبيبتي تمام ده كده مظبوط، الصح الحل بتاعك ده حلو جدا وممكن يشتغل. يعني بحسسها ان انا معاها وبدعمها وان انا فعلا فهماها، وكمان بديها اللي هي مستنياه مني، ان فهمي انا ودعمي ليها في اثناء ما هي بتقول لي مثلا مشكله ليها، او بتحاول انها تفهمني حاجه معينه justification او تبرير للي هي عملته. هو ده اللي بناتنا مستنيينه مننا، علشان لما نيجي احنا نقول لهم حاجه يبقوا فعلا يصغوا لينا هم كمان بفعاليه، ويبتدوا ان هم ما يرفضوش كلامنا اول ما نقوله.